السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. فاكرين الجولة النيلية الجميلة دي اللي عملناها في راس البر؟ نيل الجرب الساحر بكافيهاته الرائعة وقعداته الاستثنائية. قعدنا ودخلنا وصورنا 90% من الاماكن الموجودة في الجربي. السلسلة هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف، لكن كنا شفنا المكان ده ومدخلناهوش. نادي النيل مكان هرب من الساحل وقرر يبقى موجود على نيل الجربي في راس البر. قررت اروح واصوره حضراتكم ونشوف زي ما بيقولوا صحيح على صفحتهم راس البر بتتغير مع نادي النيل والساحل على بعد خطوات منك في راس البر. تعالوا نكتشف الكلام ده صحيح ولا لا. فاكبر تجمع ترفيهي في راس البر نادي النيل، موجود في الجربي منطقة النوادي جنب قاعة ديفان. النادي اصلا بيضم القاعه، قاعه ديفان بيضم الاكوا بارك، وموجود فيها كافيه مراد ومطعم بيت عزيز. تعالوا ندخل نكتشف المكان والاجواء ونشوف الدنيا عامله ازاي. يلا بينا. احنا دخلنا بعد انتهاء فترة وبداية فترة تانية. الوقت ده بيستغلوه في تنظيف حمام السباحة، بيعيدوا تعقيمه وتنظيفه. فرصة افرج حضراتكم على حمام السباحة وهو فاضي. بالمناسبة هم عاملين 4 فترات خلال اليوم لحمام السباحة والاكوا بارك. في الفترة الصباحية ودي بتبتدي من الساعة 10 الصبح وبتنتهي الساعة 1 الظهر، يعني 3 ساعات. وفي الفترة التانية اللي هي فترة منتصف اليوم ودي بقى 4 ساعات، من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 5. وبعدين تيجي الفترة المسائية ودي مدتها 4 ساعات، من الساعة 5 مساء لغاية الساعة 9 مساء. والفترة الرابعة هي فترة السهرة، دي 3 ساعات من الساعة 9 مساء لغاية الساعة 12 بالليل. وفي إمكانية لحجز حمام السباحة من الساعة 12 لغاية الساعة 2 برايفت، يعني لمدة ساعتين بعد منتصف الليل من 12 ل 2. عرفنا الفترات ومواعيدها. تعالوا نشوف البول وهو مليان ونتكلم عن الاسعار. كابتن مصطفى اللي ماسك المكان، الامن والامان كله. باشا منورنا النهارده واحنا تحت امره. ربنا يخليك. اي حاجه مع حضرتك. تسلم يا كابتن مصطفى، ربنا يخليك. دخول ونزول البول واستخدام الاكوا بارك ب 200 جنيه للفرد. لو في مرافق مش هينزل الميه ب 100 جنيه، يعني المرافق دون نزول الميه بيدفع نص تذكره 100 جنيه. بالنسبه للساعتين البرايفت اللي هم من الساعه 12 لغايه الساعه 2 دول بيبقى سعرهم 5000 جنيه. 5000 جنيه والحمام كله بتاعك من الساعه 12 لغايه الساعه 2. متاح دخول النادي والجلوس في قعدات المطعم والكافيه والروف اللي هنشوفه بعد شويه. بتطلب وتدفع اللي انت بتطلبه من المنيو. كل ده هنتعرف عليه وهنشوف منيو كافيه مراد وهنشوف منيو مطعم بيت عزيز. بالنسبه للبرنامج كل يوم بيبقى فيه دي جي وعرض عرايس او عرض مسكون، لكن يوم الجمعه بيكون في حفله كبيره طول اليوم وبيجيبوا ساحر وبيجيبوا فقرات كتيره جدا. المكان منظم، الاجواء رائعه، والاستاف في منتهى الذوق. تحس في شياكه في المكان ورقي في التعامل. فايبس المكان رائعه، المكان مبهج، وبتشوف السعاده والامتنان في وجوه اطفالك لاختيارك مكان زي ده. ما شاء الله من الاماكن الحلوه والمبهجه في راس البر. حمام سباحه على النيل مع اكوا بارك وعروض وفعاليات وروف لكافيه ومطعم، كل ده في مكان واحد. مفيش احلى من كده اجواء. تعالوا نبطل كلام ونستمتع بالاجواء.
زي ما قلنا نايل كلاب موجود فيه كافيه بيقدم مأكولات ومشروبات اسمه مراد، وموجود كمان مطعم بيقدم بيتزا وكريب وسندوتشات برجر ووجبات سريعة. المطعم اسمه بيت عزيز. هنشوف المنيو بتاعهم حالا. الأسعار الموجودة في المنيو هي اللي بندفعها، مفيش خدمة ولا ضريبة بتضاف، المكتوب هو المدفوع. ده منيو كافيه مراد، وزي ما قلنا اي حد يقدر يدخل يقعد في اماكن الكافيه او المطعم وبيحاسب على اللي بيطلبه، مفيش رسوم دخول للمكان. الاسعار اللي قلناها ال 200 جنيه الفرد اللي هينزل البول وال 100 جنيه المرافق، دي لاستخدام حمام السباحه والاكوا بارك. تعالوا واحنا بنقلب في المنيوهات نتعرف على بعض التعليمات والشروط اللي حاطينها لاستخدام البول والاكوا بارك للامن والسلامه والصحه لمستخدمي حمام السباحه. زي مثلا استخدام الدش قبل نزول الميه، تاخد دش قبل ما تنزل الميه، اتباع تعليمات الامن والمنقذين، الالتزام بلبس زي البحر، لبس المايو، لبس النضاره وغطا الراس، ممنوع تواجد الاطفال اقل من 10 سنين من غير ذويهم، لازم اهاليهم ينزلوا معاهم، ممنوع نزول المصابين بامراض معديه او اللي عندهم جرح مفتوح. بالنسبه للاطفال الرضع، الاطفال الصغيره ممنوع النزول من غير الحفاظات وبيتم استبدالها كل ساعة، ممنوع الجري أو لعب الكورة، ممنوع استخدام الأجهزة الكهربائية، ممنوع إلقاء المخلفات طبعا في حمام السباحة، الاستحمام بعد الخروج من حمام السباحة. ومن النصايح تنشيف الودان كويس للوقاية من الالتهابات، شرب مية كتير لتجنب ضربات الشمس، استخدام كريم واقي للشمس عشان الحروق، وطبعا طبعا 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 ممنوع قضاء الحاجة في حمام السباحة. الناس اللي بتحب تسخن المية دي ممنوع. دي كانت التعليمات ودي التشاش الموجودة على حمام السباحة. في النهاية المكان إضافة جديدة تضاف للجمال والسحر الموجود في راس البر، وبديل رائع للناس اللي بتحب راس البر وشايفة ان نزول المية في البحر هنا مش أحسن حاجة، خصوصا ان الأكوا وحمام السباحة متاح طول اليوم. لو عايز تعرف كل كبيرة وصغيرة عن أماكن الجمال في راس البر ومصر كلها، يبقى اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك الجديد والجديد جدا اللي هنعمله إن شاء الله. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير علشان الفيديو ينتشر وتعم الفايدة. كل الحب والأمنيات بالسعادة والخير لحضراتكم، جزاكم الله خيرا، أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.